السلام عليكم، معكم سالم فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على لاعب نادي بورتو البرتغالي والمنتخب الوطني الجزائري ياسين براهيمي، اللي راه مطلوب بقوة في سوق الانتقالات الشتوية. ياسين براهيمي في أول كانوا عنده عروض إعارة من نادي بشكتاش ونادي أوجي سينيس الفرنسي، وحبوا يدوا ياسين براهيمي على شكل إعارة مع بند الشراء عند انتهاء فترة الإعارة، سواء وذلك عند نهاية الموسم. ودوكا ظهروا بعض الأندية اللي هم قادرين يشروا العقد تاع نادي إبراهيم، تاع نادي تاع عفوا تاع العقد تاع ياسين إبراهيم المقدر ب60 مليون أورو. وهاد الأندية منها إيفرتون، جوفنتوس وأرسنال. سورتو جوفنتوس اللي راهم يعينوا ياسين إبراهيمي عن قرب. ونعرفوا بلي نادي جوفنتوس هم حابين يشرو ميليو اوفونسيف. كانت عندهم اتصالات مع الوكيل الاعمى تاع جيمس رودريغاز، وجيمس رودريغاز رفض باش يروح من ريال مدريد فتره انتقالات الشتويه. وكانوا حين يجيبوا اوسكار تاع تشيلسي، اوسكار راح للدوري الصيني. ودوكا راهم في مفاوضات، هم حابين يبداو مفاوضات مع ياسين براهيمي. ونعرفوا بلي نادي جوفنتوس يدير تحركات كبيره وكثيره في سوق الانتقالات، سواء الصيفيه ولا الشتويه. ان شاء الله نشوفوا ياسين براهيمي في جوفنتوس، ولا نشوفوا في نادي كبير اخر، سواء في الدوري الانجليزي ولا الدوري الايطالي. وان شاء الله يدير ياسين براهيمي انتقال مليح، سواء على شكل اعاره ولا انتقال ديريكت ولا شراء. ان شاء الله المنتخب الوطني يدير اداء مليح في كاس افريقيا، ولاعبين تاعنا يديروا انتقالات مليح في سوق الانتقال. دونك كان معكم سالي، ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي. يا بيانتو بوغ نوفيل فيديو. سلام عليكم.